الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الصلاة إخوة الإيمان هي مجلبة لكل خير، وتحصل بها البركات في الأرزاق والأعمار. وفي هذا الحديث يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم على سبب حصول الخير على أهل البيت من توفيق وهداية ونزول بركة في الرزق والعمر والولد، وذلك بجعل النوافل فيها. فبعدما يصلي المسلم الصلاة المكتوبة في جماعة وهي آكد وأعظم أجرا، ليجعل نوافله في بيته وإن كان المسجد بعيدا عن الرياء. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا الصلاة المكتوبة. وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النوافل والرواتب وقيام الليل في بيته، فإن في ذلك كما قلنا فإن ذلك أبعد للرياء وأعظم أجرا، وفيه عمارة للبيت بالذكر والصلاة، وأن لا تكون بيوتنا أشبه بالمقابر التي لا يصلى فيها، مع ما في ذلك من تحصيل للخير والبركة في الرزق وغيره، وحصول الخير على أهل البيت كلهم. وفيه تعويد لأهل البيت والأولاد وتذكير لهم بهذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا عامرة بذكره، وأن يبارك لنا فيها، والحمد لله رب العالمين.